الشراب غادي يولي يتباع في السعوديه. كيفاش؟ ايها الشريف. وانا كنقول علاش الجزائريين بناو كعبه عندهم، هما قول لي كانوا عارفين اش يوقع. دايرين لها باب ومدايرين لها لادا خويا. ما تفهم والو بعد. من بعد 73 عام ديال الحظر، وبالضبط سنه 1952 السعوديه اليوم كتسمح ببيع الكحول ولكن بشروط. وقبل ما نشرح لكم شنو جا في التقرير غنقول لكم القصه ديال علاش تمنع الخمر 73 عام هذه. قبل سنه 1952 كيقولوا بان الكحول ما كانتش ممنوعه تماما في المملكه العربيه السعوديه، وخاصه داخل المجمعات ديال شركه ارامكو، واحد الشركه كبيره الناس اللي ما كيعرفوهاش، واغلب الناس راه تقريبا كيعرفوا شركه ارامكو اللي هي من اكبر الشركات العالميه، اللي هي شركه سعوديه. هاد الشركه هذه كيخدموا فيها اجانب بزاف واكثرهم الامريكان، والامريكان راكم عارفين ضروري خصهم يشربوا الكحول. ايوا المملكه كانت كتسمح بالاستيراد ديال الكحول على ود هاد الاجانب هادو، ولكن النقطه ديال التحول امتى غادي توقع؟ سنه 1951. القصه كتقول ان واحد الامير سميتو مشاري بن عبد العزيز اللي هو ولد الملك المؤسس غادي يحضر سيدي لواحد الحفله اللي غيديرها واحد دبلوماسي بريطاني سميتو سير الاوسمان. الحفله غادا مزيان، امور مزيان، هذاك الامير شويه غادي يشرب اكثر من القياس، غتلعب ليه الخمر براسو، غيمشي يقصد هذاك الدبلوماسي غادي يقول ليه زيدني، يقول لي عطيني الخمر، يقول لي الدبلوماسي ما كاينش، يقول لي ودي قلت لك عطيني الخمر، يقول لي الدبلوماسي، يقول لي ودي قلت لك عطيني الطفايه، يقول لي ما كايناش، وغيتضارب معاه غيقول لي انت عندك الخمر ومخبي عليه. الدبلوماسي قال لي راه ما بقاش، راه الستوك اللي عندنا هنا راه قليل، وراه الحفله كامله تفرق فيها راه ما بقاش عندنا. تضاربوا منك فارقوهم، خرج هذاك الامير السعودي كيقولوا مقلق، اشويه كيرجع جيب معاه مسدس في اليد ديالو، دخل قصد هذاك الراجل الدبلوماسي البريطاني والزوجه ديالهم وجابهم كار. ايوا سيدي هذه الحادثه غادي تهز العلاقات الدبلوماسيه ما بين المملكه العربيه السعوديه وما بين بريطانيا. الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود غادي يطلع عليه الدم ديال بصح، ويخرج بقرار غيفرض فيه حظر شامل وتام على الاستيراد ولا بيع الكحول داخل المملكه العربيه السعوديه. ممنوع تبيع ولا تشري ولا تستورد الكحول، وهذا القرار اللي غيدخل حيز التنفيذ سنه 1952. وتخيل معايا ان من وراء هذاك العام الناس اللي مبليين تما عندهم جوج ديال الحلول: يا كيشري الكحول من السوق السوداء واللي كتكون اثمنه خياليه، ماشي في 4 ولا في 5، راه كاين اثمنه كيعاودوا خياليه ديال الكحول لانك كتدخل بصعوبه. وكاين حل اخر اللي هو صديقي. شنو هو هذا صديقي؟ هذا هو واحد النوع ديال الكحول اللي كيتصنع في المنزل، في المنازل تما، يعني محلي، كيطلقوا عليه اسم صديقي. يعني غتمشي تلاقى مع صديقي، يعني غتمشي للسوق السوداء تاخذ باثمنه خياليه، وغتبقى الامور بحال هكاك. حتى البارح غتلوح البي بي سي واحد التقرير كتقول فيه بان في مدينه الرياض اتخذ واحد القرار اللي غيدير واحد التغيير من اكبر التغييرات في تاريخ المملكه العربيه السعوديه. من بعد 73 عام وبالضبط سنه 1952 المملكه العربيه السعوديه غتسمح ولا غتحل الباب ديال بيع الكحول لكن بشروط. وفي هذا التقرير كيوضحوا ان هذا القرار ديال السماح ببيع الكحول ماشي غير السماح بشرب الكحول، وانما كيقولوا ان ما وراء قصه اقتصاديه معقده عندها علاقه باسعار النفط، وعندها علاقه بمنافسه واحد الدوله اللي هي الامارات وبالضبط دبي، وعندها علاقه ايضا بالرؤيه ديال 2030 ديال السعوديه. حسب التقرير ديال البي بي سي كاين شي متجر في الرياض في حي الدبلوماسيين كيبيع الكحول ولكن فقط على الدبلوماسيين. هذه الخطوه هذه اللي كانت في 2024 ولكن ما تمش الاعلان عليها رسميا، واليوم كيكبروا الدائره وكيقرروا انهم يبيعوا الكحول للاجانب المقيمين الاثرياء. يعني الكحول ما غيشريهمش اي واحد. اول حاجه خصك تكون ماشي مسلم، واهم حاجه هما يستوفوك واحد جوج ديال الشروط، اما هما يا اما خصك تكون عندك الاقامه المميزه او كما كتسمى البريميوم ريزيدنسي، واللي كتقدر تقام ب 100,000 ريال سعودي، اي تقريبا 27,000 دولار. الا درنا حنا الدولار كيساوي مثلا 10 دراهم، واخا هو راه طايح اقل من ذاك، نديرو حنا تقريبا 27 مليون باش كتقام لك هذه الاقامه سنويه. يا تكون عندك هذه، يا تكون كتخلص في الشهر اكثر من 50,000 ريال، اي تقريبا اكثر من 13 مليون ونص مغربيه كتكون كتشدها في الشهر، وتكون اجنبي وتكون غير مسلم. قال لكم كيستهدفوا المستثمرين الاثرياء اللي غيجيو السعوديه، المدراء التنفيذيين واصحاب المهارات العاليه اللي غيجيبوهم للسعوديه. اما السياح العاديون اللي غادي يمشيو للسعوديه ممنوع عليهم ياخذوا هذا الشيء. والواعره شنو هي؟ هو واخا تكون عندك الفلوس ولكن ما عندكش ما يثبت، ما تقدرش تمشي تدخل تاخذ الكحول من هذا المتجر هذا. اهم حاجه خصك تجيب معاك من بغيتي تشري الكحول هو تجيب معاك الشهاده ديال الراتب ديالك، لاتيستاسيون سالير. اخر ما كاين تدخل للشركه طلب لهم اتيستاسيون سالير، كدير في هذيك. كاين بعض الشركات كيطلبوا منك علاش بغيتي هاد اتيستاسيون طرافاي ولا اتيستاسيون سالير، كتب لهم المشروبات الروحيه. احد الصحفيين ديال البي بي سي غيدخل لهذا المتجر اللي كاين في الرياض وكيوصف لينا الامر كيفاش داير. قال لك اول حاجه ملي كتدخل كتحط التليفون ديالك في واحد الحقيبه اللي كتكون مشمعه، كتكون مسدوده، يعني ممنوع التصوير. وكيقول بان الطوابير ولا النوبه ديالك باش تاخذ كاين شويه ديال الروطه
القطار كاين الناس بزاف داخلين باغيين يشريو، ولكن ملي كتدخل كتلقى جميع الانواع ديال الكحول اللي طيح لك على بالك العالميه كامله كاينين في هذاك المتجر. اما بالنسبه للاثمنه، فاحد المدراء التنفيذيين صرح للبي بي سي بانه الاثمنه ديال الكحول تما مضروبه في 3 الخطرات مقارنه بالغرب، مثلا خديتها من اوروبا وامريكا، ولكن المفاجاه هو قال لك ولقاها ارخص بكثير من السوق السوداء. السوق السوداء اللي كان ديك الساعه هو المصدر الوحيد في السعوديه، كانوا كيحسبوا اثمنه اكثر من 3 المرات، قلت لكم اثمنه خياليه. زيد على ذلك كاين قانون ديال الشراء، ماشي غتنوض شهيت الكحول غتنوض بدا تمشي تشري، داروا لهم قانون ولا كوطه كيف نسميوه حنا. هذا النظام ديال النقاط الشهري كيسمح لك تشري واحد العدد من اللترات في الشهر، والا كنتي دبلوماسي فراه هذيك الكوطه عندك كتكون شويه طالعه، كيزيدوك شي طرو ولا جوج. وكيقولوا بان السؤال اللي غيطرحوه بزاف ديال الناس هو علاش السعوديه كتخاطر وكتهرس هذاك التابو الديني ديالها وديك المكانه الاجتماعيه اللي عندها ما بين الدول حتى لهذا الحد هذا. كيقولوا بان التوقيت ديال هذا التغيير هذا جا متزامن مع الضغوطات الاقتصاديه، اسعار ديال النفط هبطات ولا تقريبا ما بين 60 حتى 66 دولار للبرميل، في حين ان كانت 2022 100 دولار للبرميل، وبالتالي انخفاض السعر يعني دخل اقل للمملكه. ثاني حاجه ذكروها في التقرير هو ان السعوديه محتاجه الكاش، محتاجه السيوله. علاش؟ حيت محتاجين لرؤيه 2030 العملاقه، وهذا الشيء خلى السعوديه تنقص من بعض المشاريع، مثلا دوك الخطط ديال النيوم غيبنيو الصحراء كامله، وهذا الشيء بداو كينقصوا منه، ما بقاوش باغيين يديروا بهذاك الحجم لانه غيتقام عليهم فلوس كثيره كيف ما كيقول. وايضا اجلوا دوره الالعاب الاسيويه الشتويه اللي كانت مقرره انها تدار في السعوديه في سنه 2029 وبالضبط في منتجع تروجينا، اجلوها لاجل غير مسمى لانهم تاخروا في البناء وبالتالي ما غاديش يقدم الوقت. هو قال لك السعوديه باش تجيب مهندسين كبار ديال الذكاء الاصطناعي وباش تجيب مستثمرين كبار وباش تجيب هذوك الكفاءات العالميه، خاصها توفر لهم الظروف فين يجلسوا، يعني جوده الحياه خاصها تكون بالمعايير الغربيه. وقال لك باش ينافسوا سيدي دبي والدوحه اللي كاينه في الامارات وقطر، يعني بغاو يكونوا بحال الامارات وقطر. واش غيخليو غير هذاك المتجر اللي في الرياض؟ حسب التقارير ديال البي بي سي كيقول لك لا، هناك خطط لفتح 2 ديال المتاجر، واحد غيكون في جده على البحر الاحمر وواحد غادي يكون في ظهران بالضبط في معقل شركه ارامكو، ولكن بنفس الشروط، يعني خصها تكون عندك يا الاقامه المميزه او لا تكون الصالير عندك طالع وتكون غير مسلم. وكيقول لك بان فعلا القطاع ديال الفنادق بدا كيستعد، المدراء ديال الفنادق العالميه اللي كاينين في السعوديه ما بغاوش يذكروا الاسماء ديالهم في التقرير ديال البي بي سي، بداو في الفعل كيريكريتيو وبداو كيخدموا وبداو كيدوزوا مقابلات عمل من اجل توظيف سوقات الساقي اللي غادي يكون مثلا في هذاك، او البارمان اللي غادي يكون في هذاك اللي غيكون مكلف بالكحول في الفندق. وكيقول لك بحسب التوظيف باغيين خبراء في هذا المجال، ما باغيش يجيبوا دراري يلاه كيتعلموا مثلا في السقي. والهدف من هذا الشيء كامل قال لك باش يوصلوا 70 او اكثر من 70 مليون سائح من هنا ل 2030. وكيقولوا في التقرير ان السعوديه ما غاديش تتبع النموذج ديال دبي اللي هو نموذج مفتوح على مصراعيه، وانما غتتبع الطريق ديال قطر اللي الكحول فيها مسموح في الفنادق وفي بعض المناطق المعينه، وحتى هو بشروط وماشي في كاع البلايص. وكيقولوا بان السلطات السعوديه كتتحرك بحذر لانها باغا دير انفتاح اقتصادي وتجذب العالم للسعوديه، وفي نفس الوقت ما باغاش تفقد الهويه ديالها كمجتمع محافظ جدا. داكشي علاش خايفين من رد الفعل الاجتماعي العنيف اللي يقدر يكون من طرف المجتمع السعودي. داكشي علاش هذا المتجر اللي كاين دابا ما كيظهرش في الخرائط ديال جوجل، فتقلب عليه تعيا، ولكن الا بغيتيه خاصك الناس اللي فايتين ماشي ليه هما اللي يقول لك فين كاين بالضبط. طبعا الحال شنو قالوا السعوديين ولا الدول العربيه على هذا الموضوع يلاه تلاح البارح، وحتى البي بي سي يلاه لحتو البارح في تويتر في التعاليق الناس كيقول كاين اللي كيضحك على السعوديه، كاين اللي كيقول نتوما وليتوا بحالنا، كاين اللي كيعاير، كل واحد وشنو كيقول لك ها هما بداو. الامر باقي ما انتشرش بزاف في السعوديه، يلاه بدا يلاه البارح في الليل. كتبوا لي نتوما في لي كومونتير شنو بان لكم في هذا الامر هذا، وما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وزيد كذا.